انت تشبه بالسباق وبعلى صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرضه قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مره يتابعنا على القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ولايك للفيديو. الف مبروك فوز الاهلي بكاس مصر. الف مبروك لجماهير الاهلي المحترمه اللي حضرت في الاستاد. الف مبروك لمجلس الاداره. الف مبروك للعيبه الرجاله اللي اثبتت اللي هي بتلعب بروح النادي الاهلي. مباراة يعني احتفالية، روح، شخصية، كل حاجة. مباراة الاهلي وبيراميدز نهائي الكاس دي ما ينفعش اللي انت كنت تخسرها، بالذات مع المنافس اللي ضدك اللي زي بيراميدز. ليه؟ كان هيبدا الزياطه عليك. لو كانوا فازوا كان هيبدا الزيطه عليك من كل الاعلام المصري. ده الاستثمار ده وهم اصلا ما يعرفوش اي حاجه على الاستثمار. هم كانوا جايين عشان حاجه واحده بس، تدمير النادي الاهلي، وانت عطيتهم على دماغهم. اللي زي دول وزي اللعيبه اللي بتلعب عندها دول ما بيلعبوش عشان ياخدوا بطوله ولا يروحوا البطوله. يعني انت لو بصيت في لعيبه بيراميدز النهارده مثلا اللي بيلعب بروح، احمد سامي، اسامه جلال، محمد حمدي، انت فاهمني؟ يعني بس وكارتي ماشي، والاسيوبي اللي هو بيلعب في نص الملعب اريك ده دول اللي بيلعبوا بروح، والشيمي وكل اللعيبه التانية بتلعب عشان الماديات. رمضان صبحي ولا عبد الله السعيد، ولا العالم دي كلها ماديات، واللي بيلعب بروح ده ماشي هو اقل امكانيات. يعني اقل امكانيات ازاي؟ اقل امكانيات فلوس، اقل مرتبات في الفرقه. احنا زي ما قلنا على النادي الاهلي، ماتش الهلال السوداني هيفرق معاك نفسيا في كل حاجه، في الدوري، في بطوله افريقيا، في الدوري، في الكاس، في كل حاجه. وسبحان الله الكلام اللي احنا قلناه بيتحقق. قلنا دي ماتش الهلال هيبقى المستوى العظيم بتاعك، وهيبدأ المستوى بتاعك يعلى من كل اللعيبة. ليه؟ خلاص مفيش تغازل تاني. هي دي الفكرة. بس على كولر ألف مبروك زي ما قلنا. مبروك الفوز بكاس مصر على حساب بيراميدز. بس كولر لازم يريح اللعيبه كلها. الشناوي عايز يريح، عايز يخش له 5-6 ماتشات بعيد عن الكوره. علي معلول عشان الفتره الجايه انت هتخش في امر صعب. عبد المنعم يتحاسب على الطرد اللي هو خده النهارده وعلى النرفزه اللي هو بيعملها في الملعب. محمد هاني رجوله من الماتشات اللي هو عاجبني فيها دفاعيا مش هجوميا، دفاعيا. ياسر ابراهيم لما بيرجع لما بيرجع لمستواه بيرجع ياسر. مروان عطية لعيب كبير وصفقة مهمة، وصفقة
مش كدنسة، لا ده صفقة موسم، صفقة الموسم للأهلي وصفقة تقيلة. حمدي فتحي عالمي لا غنى عنه في نص ملعب الأهلي. عمرو السولية لسه الإصابة هي اللي عاملة معاه مشكلة والتفكير في الإصابة. بيرسي تاو ما كشف بالسواء، بس بيرسي تاو أحسن من اللعيبة عندك في كتير، أحسن من قفشة اللي أنت بتديله ثقة زيادة عن اللزوم وهو مش جدير بيها. هو محمد شريف وعبد القادر، يعني في لعيبة أحسن منها بكتير. يعني طاهر لما يرجع من إصابة ويرجع لمستواه اللي كان عليه في أول ما جه كولر هيفرق. حسين الشحات نجم من نجوم المباراة النهاردة، عامل اسيست بهدف الفوز وانقذ هدف على الاهلي، هدف التعادل ضد الاهلي. من نجوم المباراة حسين الشحات. وحسين الشحات الفترة دي اعلى لاعب في مصر، اعلى لاعب بدنيا ونفسيا ومهاريا واسيست. كهربا لا غبار عليه، لا غبار عليه. كهربا لازم يريح الفترة دي بدل ما يقع منك ومش هتلاقي بديل، لازم يريح. محمد شريف اللي انت نزلته ده كنت نزلت شادي حسين احسن. لعيب ولا بينزل يقاتل في الملعب ولا بينزل يجري ولا بينزل، ده نازل لسه فريش، لسه نازل الملعب قاعد يجري. ما تجري يا عم، انت نازل ليه؟ بتلعب على بطولة، انت بتلعب في الدوري. دول العالم اللي لازم يتحط عليهم السبوت شويه بقى، عشان خلاص كده بقت ايامهم معدوده في الاهلي. قفشه ومحمد شريف وعبد القادر. لازم اللاعب الجزائري يخش احمد الجنزور وكريستو يخش، ولازم تطلع من ناشئين عمر سيد معوض، ولازم ابراهيم عادل الباك اليمين تبص عليه وتديله مع الفريق الاول. حسام عادل اخوه المهاجم، مهاجم تحركاته ومهاريا وبيعرف يقف في الاماكن الصح. احمد عبد الفتاح المهاجم التاني. كذا لعيب في فريق الشباب. فين شادي رضوان الموهبة الكبيرة؟ لازم تدخل اللعبة دي. وكريم الدلبيس ومحمد اشرف يخش ياخد، وايمن اشرف. كل الفرق لازم تاخد الفترة الجاية. احنا بنتكلموا على الفترة الجاية. الفترة الجاية لو فضلت تعتمد على اللعيبة دي، انت عندك الفترة الجاية عندك ماتشين في الدوري او 3 ماتشات. 3 ماتشات دول بإذن الله لو انت خلصت مؤجلات وفزت بالماتشات دي، انت خلاص يعتبر 90% انت بطل الدوري بإذنك يا رب. 90% بطل الدوري. لازم تدي فرص بقى، لازم تبدأ تريح اللعيبه. ليه؟ عشان انت هتخش في مطحنة افريقية، في مطحنة وضغط عصبي وضغط ذهني، ولازم تخلص الماتشات من هنا مع الجماهير، ومع ضغط الجماهير هنا لازم تخلص الماتش من هنا. هي دي الفكرة. احنا ندي النصيحة لكولر عشان يعتبر انت من نجوم المباراة النهاردة. انت سبب فوز النادي الاهلي بكاس مصر، من الاسباب اللي انت عطيت فترة طويلة. كهربا انت عطيت لحسين الشحات فترة طويلة. بيرسي تاو معاك في الدكة، بس اللي معاك في الدكة ماشي ميتين زي قفشة، زي حسين زي قفشة،
زي محمد شريف. ديانج يعتبر اعلى واحد فيهم، بس ديانج عايز بقى يخش وينافس مروان عطية، وينافس حمدي فتحي وعمرو السولية، ويخش كوكا. هي دي الفكرة. ولازم يخش كام لاعب من الشباب. انا اروح اجيب ليه لاعب؟ ده مش وقته اللي احنا نتكلموا على الفترة. احنا فرحانين بس احنا بندي رشدة الماتشات الجاية والمستقبل الجاي. لازم على كولر اللي هو يركز في ايه؟ يريح اللعيبة. يعني محمد الشناوي النهارده مش موفق. واحد هيقول لك مش موفق. في كام كورة خرج فيهم مشاكل، كان عايز يسببه بخسارة الاهلي وتعادل الاهلي. يعني الكورة بتاعت حسين الشحات اللي هو طلعها، هو طلع غلط، مش مقدر الكورة صح. دي مشاكل الشناوي وما بتتحلش. دي عيب في مين؟ يعيب في مدرب الحراس، يعيب في الحارس، يعيب في المدرب الكبير اللي هو شاف الاخطاء وشاف اللعيب مش مركز في الكورة وبيلعبه. يبقى هو اللي بيسبب بقى في الهزائم، الجهاز الفني. وهي دي لازم الفترة الجاية كله يركز فيها. ألف مبروك. احنا حبينا ندي الروشتة، وحبينا اللي احنا نتكلموا على اللعيبة ماشي، ومنظرها والروح رجعت ازاي. رجعت من مباراة الهلال، رجعت الروح تاني لما نص الملعب بتاعك اتظبط بمروان عطية. لما نجم النجوم زي حسين الشحات لما يبقى فايق معاه بيرستاو ومعاه كهربا. انت بقى لو حطيت بقى احمد الجنزوزي بتاع اللعيب الجزائري، لما هتحطه ما بينهم، يا لهوي على الكوره اللي انت هتشوفها، يا لهوي. هي دي. وعبد المنعم لازم يتشد عليه، من مجلس الاداره ومن مدير الكوره ومن الجهاز الفني، عشان انت ممكن تبقى توترني في ماتش خارجي. الحمد لله على نعمة الفوز، بطولة عظيمة على منافس انا مش معتبره منافس. وانت لما تكسره مرتين 3 خلاص هيرجع زيه زي الاندية التانية. كان قاعد فترة كده يكسبك كله يقول لك كعبه عليه، خلاص لما انت بتديله على وشه هيرجع زي الاندية التانية. 5-6 ماتشات تديهم له على وشه يرجع زي الاندية التانية. ألف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمة اللي انا بشكرها الدعم وكل الدعم. النادي الاهلي الكيان. بطولة من ضمن البطولات، فاضل دوري، فاضل بطولة افريقيا. احنا كده الرابطة ملناش لازمة فيها، يعتبر دي يشربوها. احنا بنتكلموا الفترة الجاية فترة لازم تريح اللعيبة يا مستر كولر وسيد عبد الحفيظ وسام ومصال. لازم يفهمون النظرية دي، عشان انت خلاص الفترة الجاية دي عندك من اول شهر 4، يعني يعتبر انت في 4 في نص 4 في 4 لحد اواخر 6 هتبقى مدعكة. عندك دوري، عندك كاس الجديد، عندك بطولة افريقيا. لازم تريح اللعيبة كلها ولازم تعمل تدوير. اشكركم. ألف مبروك للعيبة الرجالة، الجهاز الفني المجتهد والروح، مجلس الإدارة المحترم ولازم يركز في الأخطاء. احنا بننقده، بس بننقده عشان مصلحة النادي الأهلي والجماهير العظيمة المحبة للنادي الأهلي. ألف مبروك. الكاس أهلاوي، كاس مصر لبطل القرن الأفريقي
وبطل القرن في مصر. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.